حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة القديسة أناستاسيا. اتولدت القديسة أناستاسيا من أبوين مسيحيان علموها الديانة المسيحية والقرب جدا من ربنا، وكانت مواظبة من صغرها على الصلاة والصوم ودايما في الكنيسة. ولما كبرت القديسة أناستاسيا حب باباها ان هو يزوجها، لكن هي رفضت وقالت له انه هي عروسة للمسيح وانها تعيش حياة البتولية. وفعلا عاشت حياة البتولية وراحت الدير واترهبنت، وهي في الدير دايما عايشة في نسك ومحبة ربنا، وكانت ما بتاكلش غير كل يومين أكلة بسيطة عبارة عن عيش ناشف وملح. وبعد كده كان برضو في صيامات الأربعين المقدسة كانت بتقعد بالأسبوع ما تاكلش غير يوم السبت ولحد، وباقي الاسبوع بتفضل صايمه. وفضلت على حياه النسك لغايه لما جه في يوم كان فيه عيد مع اخواتهم الراهبات اللي في الدير التاني، وهم ورايحين الدير وكانت معاهم رئيسه الدير، وهي وماشيه لقيت انه جندي من جنود ديكليديانوس بيعذب في المسيحيين عذابات جامده جدا، ونازل يسحلهم على الارض ويعذب فيهم عذابات شديده جدا. ولما شافت كده راحت قربت من الجندي وقالت له انت ليه بتعمل معاهم كده؟ ده ربنا خلقهم على صورته ومثاله وانت بتعذبوهم بالعذابات دي، هم عملوا ايه؟ قال لها هو انت مسيحيه؟ فاعترفت انه هي مسيحيه وقالت له ايوه انا مسيحيه. فخدوها وعذبوها عذابات شديده جدا. كان من ضمن العذابات انه صلبينها وكانوا شاعلين النار تحتيها، ولكن كان كل عذاب رب المجد بعديها بيشفيها وبيرجعها كأن ما فيهاش اي حاجه، لكن كانت دايما مواظبه على الصلاه، كان ربنا بيبقى معاها وبيشفي جروحها. لكن لما شاف الملك كده راح امر بقطع راسها، ولما جم علشان ينفذوا فيها الامر ففضلت تصلي لربنا كتير جدا ونالت اكليل الشهاده. وبركه القديسه اناستاسيا تكون معانا، ولربنا المجد الدائم للابد امين.